آثار المتحف المصري الكبير تمثل واحدة من أعظم مجموعات الآثار في العالم، حيث يجمع المتحف آلاف القطع التي تحكي قصة حضارة مصر عبر آلاف السنين. يعد المتحف من أكبر المتاحف في العالم المخصصة لحضارة واحدة، وقد تم تصميمه ليكون مركزاً عالمياً لعرض الكنوز المصرية بطريقة حديثة ومتطورة، مع استخدام أحدث تقنيات العرض والإضاءة للحفاظ على القطع وإبراز جمالها. يضم المتحف مجموعات أثرية نادرة من عصور متعددة، تشمل الدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر المتأخر، مما يتيح للزائر رؤية التطور التاريخي والفني للحضارة المصرية في مكان واحد. من أهم مقتنيات المتحف مجموعة الملك تواتو عنخ آمون الكاملة، التي تعرض لأول مرة بشكل كامل في قاعة مخصصة تضم أكثر من 5000 قطعة، منها القناع الذهبي الشهير والعربات الحربية والتماثيل والمجوهرات والأدوات التي استخدمها الملك في حياته اليومية. كما يضم المتحف تماثيل ضخمة لملوك مصر القدماء، منها تمثال رمسيس الثاني الذي يقف في بهو المدخل الكبير، ويعد أحد أهم وأجمل القطع التي تستقبل الزوار. إضافة إلى ذلك، يحتوي المتحف على آلاف القطع التي تشمل توابيت خشبية مذهلة، ونقوش جدارية، ومومياوات ملكية، وأدوات معمارية وزراعية وتجارية تشرح تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة. وقد تم إنشاء المتحف بجوار الأهرامات ليكون جزءاً مكملاً للمكان، مما يعطي الزوار تجربة فريدة تجمع بين رؤية الحضارة في آثارها ومعرفة قصتها داخل أكبر صرح ثقافي أثري في العالم. آثار المتحف المصري الكبير لا تمثل مجرد قطع فرعونية، بل هي شهادة على عبقرية المصريين القدماء، وتأكيد على استمرار قدرة مصر على الحفاظ على تاريخها وإتاحته للعالم بأسلوب حديث يليق بعظمة حضارتها.